السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم فيديو جديد من قناة المواطن فوزي. اليوم هنعلمكم ازاي تبنوا فيلا رهيبة، عشان لو انتوا بتلعبوا مع اصحابكم تبقوا تستخدموها مثلا. بس قبل ما نبدأ الفيديو، قبل ما نعمل اي حاجة، متنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل اشعار احنا بنعمل فيه ايه، او كل فيديو احنا بنعمل فيه ايه. دلوقتي هتجيبوا معانا، استنى بعد الاول، هتجيبوا معانا الرخام الابيض، اي رخام ابيض، انا هختار هاي يعني. ونبدأ بالرخام الابيض اول، وبعدين نكمل الباقي. احنا مثلا عاوزين نعملها كبيرة صغيرة على قد حالكم، نعملها مثلا من 15 كده، 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13. هعملها من 13 عشان مش تكفي، هنقص كمان عشان انا جاي في حتة والله العظيم ممكن ما تكفي. استنى اكسرها دول، معلش، ما قدرتش الحتة يعني ننزل على طول كده. قلت استفدكم بمعلومة ازاي ابني وازاي تعملوا فيلا حلوة. هنبدأ من هنا 1 2 3، ونرجع تاني نسيب مثلا فرق 3 بلوكات، نعمل 1 2 3 4 5 من هنا، ونكمل بالطول خالص ان شاء الله. نكملها بالطول. عايزين نكسرها دول، راح اكسرها وارجع لكم عشان ما اطول عليكم في البيت. دوات انا كسرت حتة منها، دوات هكمل بقى واقوم بالحودة. احود مثلا ازود كمان من هنا، واحود على طول، احود لا تبقى كبيرة من هنا هتبقى حلوة. نكمل نكسر هدول بس البلوكتين هدول، ونكون خلصنا شوية خطوات الأول، ونكمل باقي الخطوات كده. نكون خلصنا الشكل الخارجي. هو كبير بس حلو. بعدين نجيب خشب، بعدين ابدأ من بلوكة 2 3 كده كفاية. وأكمل بقى بالكونكريت الأبيض. مع كل حوض نحط خشب، لازم تكون لازم نكسر هدول وأحطها، وهنا برضه أحط 2. أكمل باقي الكونكريت الأبيض. أهم حاجة تتابعوا كل خطوة احنا بنعملها عشان ما تغلطوش في حاجة وتقولوا ده الفيديو كذاب والفيديو مش طالعة زي ما هي طالعة في الفيديو. شاهدوا كل خطوة. نكسر الشوط وبعدين نكمل. أكمل من هنا خشبتين، وأكمل من التالت تبقى بتغلط، وأكملها، واروح اعمل واحدة من هنا خشبتين وبلوكاي كونكريت ابيض، وكمل بلوكاي، واكمل لحد ما نوصل لحد هناك. ان شاء الله نكملها كده نكون كملنا الشكل الاول. حتى شوف الشكل عامل ازاي بتاعها، والله العظيم رهيبة، وقسما بالله رهيبة. دلوقتي نحتاج اي جلاس. انا بالنسبه لي بحب اي جلاس لانه بيعطي منظر وشكل، فراح اختاره واكمل الاول الصف اللي تحتيه، بعدين اروح بالصف اللي فوق. نكسر كل شنو اسف، مش نكسر، نحط كل هاي الجلاس. وتحتاج مش هتحتاج يعني الفيلا ديت وقت منكم، بالعكس والله. أنا دلوقتي قعدت فيها 5 دقايق
ما اكون خلصت الحاجة دي والله 5 دقايق اهمت، وهتبقوا تشوفوا كمان وانتوا بتتفرجوا. كانت دلوقتي 5 و6 دقايق، 5 و6 ثواني قصدي. اكمل. هي ممكن ما تطلعش شكلها حلو اوي منها في منطقة ضيقة وشكلها وحش، بس ان شاء الله هتظبط في حتة حلوة. بس انا واثق برضك اللي هي هتطلع حلوة مننا، عشان برضك هي حلوة. استنى بقى اما اخلص دمك كلته. معلش يا جدعان على الازعاج اللي جه الثانية ديت، بس قصدي عشان انا في حتة يعني ضوضاء، بس ان شاء الله هبقى في حتة كويسة من غير ما تسمعوا اي صوت خالص، مش خليكوا تسمعوا صوت حد خالص كده والله العظيم. بصوا حتى الشكلين بس شكلهم روعة. نكمل كل الازاز ده، ونعمل البوابة والباب وكل حاجة نعملها في الخطوات معاكم. اخر 3 جلسات او جلستين كده نكون خلصنا الشكل الاول. شوف حتى شكلها اهو من بعيد حتى. بصوا يا شباب، انا مش هطول عليكم في الفيديو واقعد اكسر الارضية ده فينا تحت مية، مش هقعد اطول عليكم واقعد اكسر في الارضية وانتوا تعملوا وتطلعوا، لا بالعكس انا هكسرها هوقف الفيديو اكسرها بعدين ارجع لكم بعد ما اكسرها. كده يا شباب يكون انا كسرت المنطقة جوه، وبالصدفة كده لقيت زومبي واسماك تحت البيت. يعني لو عاوز تصطاد افلش بلوكاي واصطاد من تحت. هكمل معاكم الشاف الفيديو وانا بكمل عشان تشوفوا ازاي بتحط وشكلها يبقى ايه كده. انما في السقفية انا هعمل فيديو عشان السقفية كل سهل، السقفية اصلا كل سهل خالص. ممكن اكمل نص الارضية معاكم واوقف الفيديو واكملها وبعدين ارجع لكم واكمل السقفية نصين واقفل نص السقفية برضو كده، يعني عشان ما اطولش عليكم الفيديو ويبقى طويل وتعرفوا تنجزوا فيه. دلوقتي اخلص بس الحتة ديت واقفل الفيديو، واما اخلصه هعمله تاني. خلص حط كلبة. خلص بس لغاية هنا ونكمل الحتة التانية. نكون كملنا كده. اهم حاجة تستخدموا الكونكريت الابيض عشان يكون شكلها حلو. دلوقتي كمل الحتة ديت وبعدين ارجع تاني هكمل بقى الحتة دي والحتة ديت وارجع لكم تاني يا شباب. كده يا شباب يكون خلصنا الارضية، وطبعا نضفت قدام البيت شوية عشان البوابة. دلوقتي هنحتاج بس نحتاج ديرت وبعدين هسدها وبعدين ارجع لكم يا شباب عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. كده اكون خلصت شوية من قدامها. استنى اوقف المطر عشان نعمل. بعدين دلوقتي ندخل كل حاجة ما عدا الكونكريت الابيض عشان هو اللي نحتاجه، ونخش على الطوب نجيب اللي هو بتاع السجن، الحديد بتاع السجن. استنى اخلي الدنيا معاكم صور عشان كل حاجة تبان وتظهر. والله العظيم مش عارف كله ابيض كده. نكسر كل ده اهم حاجة عشان نعمل البوابة ويكون شكلها حلو. ان شاء الله الفيديو ده يعجبكم. يلا بينا نكمل بقى.
كده بقى يا شباب نعمل دي جت بالغلط، نكمل البوابة. هنسيب اخر بلوك من هنا ونيجي كده نرفع واحدة من هنا وكمان واحدة كده، نكملها لحد الاخر، نكمل واحدة فوق واحدة تحت واحدة فوق، ونسيب اللي تحت دي تبقى مدية شكل رهيب، والله العظيم تبقى مدية شكل رهيب في الفيلا او البيت اللي انت تعمله. وكده نكون كملنا البوابة قدامكم، وحتى شوف الشكل من بعيد، شوف الشكل ولسه ما تنتهي، شوف شكلها والله العظيم هتبقى احسن فيلا انتوا تشوفوها. يلا اكمل معاكم السطح باذن الله عشان ما نطولش الفيديو اكتر من كده. هوقف برضك الفيديو عشان برضك ما تزهقوش يعني من الحطان، تزودوا في الفيديو وتعملوا عشان تشوف بس الخطوات. بعد ما اخلص السقفية او السطح هرجع لكم عشان نعمل الطابق التاني بتاع الفيلا او البيت. يلا اوقف الفيديو وبعدين ارجع لكم. كده يا جماعة اكون خلصت السقفية هي قدامكم زي ما انتم شايفين. بصوا بقى الشكل بعد ما ارجع لورا، لسه بقى البيت اللي فوق لسه شوفوا والله العظيم يا جدعان. بصوا حتى بص اي حد يشوفها في السيرفر او في المود اللي انتوا بتلعبوه يقول والله العظيم رهيب. دلوقتي هنورها الاول عشان ما يرسبن فيها وحوش، وانتوا عارفين يعني الوحوش لو حد يعني بيلعبها انتوا عارفين الوحوش زي الزومبي والسكيلتون والكريبر كده. ننور كل حتة عشان ما يرسبن فيها ولا واحد. بصوا والله العظيم، بس اهم حاجة بإذن الله تعالى اوعوا تنسوا الاشتراك يا شباب، عشان بفرج مبلاقيش ناس كتيرة مشتركين في القناة ولا ناس كتيرة بتشاهد الفيديوهات. لا انا مش عاوز كده، انا عاوز كل الناس تتابع قناتي وتشوفها كل يوم. دلوقتي بقى نبدأ في الطبق اللي فوق، نرجع ده وده، ونحتاج السلالم اللي هي بردوك بردوك الكونكريت قصدي الابيض اسف. ونكمل مثلا عاوزينها منين، من هنا بس انا اعملها من هنا ونكون من درج، يكون شكلها حتى حلو. دي تحت ودي كده، شوفوا حتى كده تكون لها طلعة للبيت التاني. انا اعمل البيت التاني مثلا على طول الحتة ديت، يعني مش خلي واسع او كبير زي البيت زي التاني اللي تحت كده، عشان يكون الشكل حلو. لا ده احنا عاوزين ننقص بلوكة او نخليها من هيك، ويكون الباب من الناحية برضو اللي هناك بس يكون صغير هيك بس كده. شوفوا خلصنا نص منطقة من فوق، لسه ما نخلصها كلها. هي يعني تبقى زي اللي تحت بس يعني مش شبه، وانا مش هفرشه يا شباب، انتوا تفرشوه وتظبطوه. نسيت عاوزين خشب عشان العواميد وعاوزين الجلاس، يا ريتني ما كنت دخلتهم تاني بس يلا. نرفع برضو بلوكتين 2 كده، ونكون مثل الباب 1 كده 3 زي المرة اللي فاتت. 1 2 ممكن هنا 1 2 الحوضة ما تحطش عليها اسف. 1 2 1 2 1 2 1 2 كل واحدة 2 عشان ما اطول عليكم يعني. كل واحدة تبقى 2 ونكمل عليها بالرخام الابيض زي ما انتوا شايفين كده. والله العظيم هيبقى شكلها روعة. طبعا هتقولوا ده هتبقى صغيرة من فوق وكده، ده هيبقى شباك واحد كده. شوف الشكل النهائي ليها يا شباب، وشكلها شوف عامل ازاي، وشكل رهيب يعني كل مواصفات.
نكسر هاي. استنى نكسر بس هاي الشجرة القريبة عشان يبوظ الشكل علينا. كده نكون خلصنا الشجر. هنا 1 2 ونكمل الباقي لحد النهاية. كسر هاي دي بالغلط. هيك هتقولوا انت في المرة اللي فاتت كنت بتحط من فوقها. لا ديت انا لسه سايب لها خطوة عشان تشوفوا يعني. دلوقتي لو يعني احنا نحط الجلاس هي ازازة واحدة، هي صف واحدة بس، مش هنحط 2 زي اللي تحت. ونشوف لها. اسف لو الفيديو مطول عليكم، بس عادي. نكملها بقى. كملت كده. بعد ما كده نرفع. شوف شكلها الاول قبل ما انهي السقفية واعمل. شوف الشكل، والله العظيم لو فيلا في الحقيقة ما نبيعها. نعمل بقى السقفية. نخلص كده كده. مش شايف الفيديو عشان السقفية كده كده مش كبيرة زي اللي تحت. تحت كان عاوزلها مدة ووقت. ممكن نخلص على دقيقة ونص دقيقة أو أقل إن شاء الله. ممكن نخلص على أقل. نخلص على الأقل. نكسر هاي. أهم حاجة بس نخلي الدنيا نخليها صوب عشان ما يرز بنشوفوش واحنا بنبنيها كده. بس نطلع ننزل من 3 كده نكون خلصنا أول وش. نبدأ في الوش التاني. شوف بقى بعد الشكل النهائي للفيلا. ان شاء الله ممكن هنزل انا وصديقي برضك فيديوهات عن ماينكرافت، الغني والفقير وكده يعني. وبص بقى الشكل النهائي ليها عامل ازاي من فوق. الشكل النهائي والله العظيم روعة. رهيب. كده بقى نودي كل حاجة ونجيب الفانز برضو عشان نقضي المكان كده ونحط برضو فانوسين برا. هون مثلا على هاي ما بتتحط يبقى هون فانوس وهون فانوس وكده. نحط مثلا هون فانوس عشان ما يرز بين وحوش ولا شيء. وهون شوف الشكل في الاخر. ممكن نفرشها معاكم برضك لغاية ما نوصل للتلت ساعة. ماشي نفرشها برضك ونشوف شكلها. اول حاجة نبدأ بالسراير والافران والحاجات ديت. مثلا الصندوق العادي كده المكتبة يعني نظبطه خالص. عاوزين نلغي المطر. خش يا حبيبي. ايوه مثلا السرير مثلا هنا والكرافتة والصندوق والآلة الحدادة كده يعني. كل واحدة تبقى في مستوى الأرض من تحت، إنما المكتبة تبقى عالية مثلا شوية عن الأرض مثلا. لا نكسرها نحط كده
كده كده. شوف شكلها. نحط الأفران مثلا، نحط 1 2 3، ونبدأ بالحاجات التانية زي حاجات المكتبة، هاي بتاعت القراءة وهاي بتاعت السطور وبتاعت القراءة مثلا. نرجع كل هاي الأدوات عشان بس أنا مش شايف الفرش اللي فوق، أنا بوريكم يعني الفرش اللي تحت. ودلوقتي مثلا عاوزين تحطوا جوه ألوان مثلا حلوة، سجاد مثلا، أنا هختار الأحمر والأصفر والأزرق والبرتقالي. هي ألوان كتير بس هتبقى حلوة كده. شوفوا حتة مثلا المكتبة والباقي الحتة زرق. واللون الأصفر، أنا فتحت الفرن بالغلط. شوف شكلها في الآخر. والله العظيم ما راح تندموا لأنكم اتفرجتوا على هاي الفيديو. نكملها لحد آخرها بالأصفر. نكملها بالأصفر كلها. واخر حتة نكمل باللون البرتقالي، وتكون كل حاجة كده جهزت. انا طبعا هخلص ديت وخلاص. نخلص هدي كلها كده كده كده. طبعا ده اذان المغرب. نخلص بس عشان نخلص كده نكون خلصناها. وشوف الشكل والله العظيم. بصوا حتى الشكل الخارجي الشكل كده نكون وصلنا كده. نكون هنا الفيديو. ما تنسوش الدعم باللايك والاشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل اشعار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.